السلام عليكم. النهاردة ان شاء الله هنعمل سلطة اللانشون بطريقة بسيطة جدا، والطعم الاخر بيبقى حلو قوي. تعالوا بقى نسمي الله ونشوف المقادير والطريقة. طاسة على النار وهضيف معلقتين زيت. بعد كده هضيف بصل اخضر الكمية اللي انت عايزاها، وتقدري كمان تستخدمي بصل احمر، بس انا بستطعم البصل الاخضر. وانا عايزة هنا البصل يتشوح شوية، يعني مش عايزاه ياخد لون خالص. بعد البصل ما خد تشويحة بسيطة كده اضيف الفلفل الالوان. انا عايزة الفلفل يدبل معايا شوية. خلاص كده الفلفل دبل. بعد كده هضيف قطع اللانشون. اللانشون كمان ياخد تشويحة حلوة كده مع باقي الخضار، وكل ده وانا مهديه النار، يعني شوحت كل المكونات على نار هاديه. تمام كده المكونات خدت تشويحه وريحتها كمان مفحفحه كده وجميله جدا. بعد كده هضيف جبنه رومي. مجرد ما نزلت بالجبنه الرومي يعني مفيش ثانيتين تلاتة وهطفي. انا مش عايزه الجبنه الرومي تسيح، انا عايزاها بس تاخد من طعم بقيه المكونات. ثانيتين وبطفي على طول. بعد كده هضيف معلقتين جبنه كريمي، وبعدين هضيف حاجة بسيطة كده، حبة البركة. وممكن ما تضيفيش حبة البركة، هي خطوة إضافية. أقلب بقى المكونات كده كلها مع بعضها. وممكن بدل الجبنة الكريمي تضيفي مايونيز أو تضيفي جبنة نستو، كله حلو وزي الفل، وبتطلع الحاجة جميلة جدا الآخر بأي مكونات عندك. نجيب بقى طبق التقديم. عايزة أقول لكم يعني طعمها وريحتها تستاهل التجربة للي لسه ما جربهاش. تمام كده وخلصت وصفتنا النهارده. ما خدتش معانا ولا مجهود ولا وقت ولا اي حاجه، بس النتيجه روعه جدا. يا رب النهارده الفيديو البسيط ده يكون عجبكم، وانتظرونا ان شاء الله بفيديو جديد، وما تنسوش الاشتراك في القناه.